السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنوتي الجميلة مالها شكلها زعلان ليه؟ زعلانة لأن أنا حاسة إن أنا مش مهمة، حاسة إن أنا ماليش لازمة خالص في الوجود. يعني ايه مش حاسة انك مهمة؟ مش فاهماكي. يعني بحس إن أنا مش مهمة، إني موجودة أو مش موجودة، محدش محسسني إن أنا مهمة. على فكرة مش لازم حد يحسسك انك مهمة، كونك انك مسلمة ده في حد ذاته دليل انك شخص مهم. إيه ده؟ أنا مش فاهمة يعني إيه أنا مهمة عشان أنا مسلمة؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم بيده سبحانه وتعالى، وعندما دبت الحياة في سيدنا آدم أمر الله ملائكة بالسجود لسيدنا آدم، وسخر الله سبحانه وتعالى الأرض لنا لكي نقوم بعبادة الله عز وجل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بالصيام والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. علشان كده لازم تشوفي إن وقتك مهم وأعمالك كمان مهمة. يعني يا ماما حضرتك عايزة تقولي إن أنا مهمة كون إن أنا مسلمة؟ يعني أنا أهميتي مرتبطة بعملي وبوقتي؟ أيوة، فمهمتك مرتبطة بعملك وتقواكي، فعلى قدر تقواكي تكون مهمة عند الله عز وجل. طب يا ماما إزاي أعرف إن أنا مهمة عند الله عز وجل؟ إنك تشوفي ربنا عز وجل بيشغلك بإيه. في مقولة حلوة قوي لابن القيم كانت بتقول: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شيء يشغله. من هنا ورايح بإذن الله هشغل وقتي في كل ما هو مفيد علشان أكون مهمة عند ربنا عز وجل.